كانوا عارفين إنه مسكون بس الجن جه طردهم. دكتورة منال أنور رجع من نبطشيتها الساعة 2 بالليل، ووصلت العمارة اللي باين عليها إنها معتقة جدا في حي العصافرة. ركبت الأسانسير وضغطت الدور السادس. الأسانسير وقف في الدور الرابع، وركب راجل غريب لابس بدلة قديمة. الغريب إن الدور الرابع مهجور، والراجل ده هي أول مرة تشوفه في العمارة. والأغرب إنه ما اتكلمش ولا بصلها حتى، لكنه ضغط على زر الدور السادس برضه. هي قالت ممكن يكون طالع لجيرانها في نفس الدور. لما الباب اتفتح الدور كان شكله غريب ومتغير، وأغلب بيبان الشقق مفتوحة، وكان مضلم تماما كأنه مهجور. الراجل خرج وبعد ثواني اختفى. منال جريت على شقتها مرعوبة، لكنها حست بصوت طالع من شقتها، ولما فتحت الباب لقت الراجل ده موجود جوه الشقة، وبدأ يضحك بصوت عالي جدا. وفجأة لمبة السلم نورت فاتفزعت، ولما بصت قدامها تاني ملقتش الراجل في الشقة. وفجأة سمعت صوت رجلين بتجري على السلم، لكن مفيش حد باين. من لحظتها سابت البيت، وأهل العمارة اشتكوا من قصص مشابهة. والوقت العمارة مش مسكونة بني آدمين. لو حصل معاك موقف زي ده احكيلنا عليه.